ازيكم عاملين ايه اخواتي وحبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى يا جماعه عامله لكم طاجن رز معمر يستاهل بقكم، كمان بطريقه سهله جدا وجميله جدا وهتعجبكم. ولما تشوفوا طبعا الشكل النهائي هتحكموا بنفسكم. تمام. انا اول مره يا جماعه اعمله في طاجن. مبدئيا كده دايما اعمله في صواني بصراحه، فانا قلت اجرب كده في الطاجن واشوف النتيجه بتاعته هتبقى ايه، وبصراحه النتيجه صدمتني. يا ريت يا جماعه نتبع كده الخطوات. اول حاجه جبت الرز كده نقعته لمده ساعه، لازم انقعه في ميه لمده ساعه. تمام. وبعد كده جبته وصفيته كويس، حطيت عليه السمنه وحطيت عليه السكر وكمان كيسين فانيليا، وكمان سخنت اللبن كويس جدا وحطيته عليه زي ما انتم شايفين كده. تمام. طبعا ده فضلت اقلب شويه كده لحد ما السكر داب خالص معايا وكل المكونات دابت زي ما انتم شايفين. تمام. هحطه بقى في الفرن بتاعي على درجه حراره 250 ديت مبدئيا كده. يعني اول حاجه بتحطيه على درجه حراره 250 زي ما انتوا شايفين كده، حطيته في الفرن. وبعد كده طبعا هقلل درجة الحرارة تدريجيا. تمام. اول ما يفور معايا طبعا وياخد الوش الذهبي ديت هبتدي كده ايه اقلل الحرارة تدريجيا. دي بوريكم هنا كده درجة الحرارة تبقى 250 وكمان لمدة ساعة. زي ما انتوا شايفين هو ابتدى كده يفور معايا بسيط ولسه ايه بياخد اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. وهنا ابتدى بقى يفور كويس جدا. وزي ما انتوا شايفين كده طلع بالنتيجة المبهرة الجميلة ديت. اتفضلوا معانا بقى، يا رب الطريقة تكون عجبتكم. كمان مكونات سهلة جدا وبسيطة جدا واي واحدة تقدر تعمله بالطريقة ديت. والطريقة زي ما انتوا شايفين كده النتيجة جميلة وتحفة بجد. اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات يا جماعة، واللي اول مرة بقى يشوف قناتي يشترك فيها ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم اشعارات بالحاجات اللي بنزلها. باي باي.